يلا يا غالي اسمعني يا حبيبي، بص انا جايب لك مساحة، والله جايب لك مساحات رملية حاجة تبارك الله ما عاوزاش كلام، واخد بالك؟ 700 فدان رملي تمام، حتة وحدة، شغلهم بفتات، فول سوداني، بطاطس، بص حاجة تبارك الله اهي، شغل تنقيط ماشي، 700 فدان حتة وحدة وما عاوزينش كلام. كف عاملة زي الكف قدامك ملوش حل، أرض زي كف اليد. شغال التظبيط فيها في مدقاتها، وشغال في طرقها، وشغال التقسيم فيها، وحاجة تبارك الله. نظام الأرض ده يا عم عصام في التقنين؟ ده مزاد. مزاد من المحافظة. مدفوع لها حاجة؟ في المية مدفوع لها. مدفوع لها 20%. ايوه تمام. الأرض أرض رملية. ايوه. طبعا ديت مش لأي حد، دي للناس المستثمرين اللي محتاجين أراضي يستثمروها، يزرعوا بطاطس، الناس اللي هتعمل يشغلوها بفتات، الناس اللي هتعمل بفتات تنقيط طبعا الأرض الرملة معروفة، عايز تشتغل بفتات، نظام تنقيط خراطيم شجر، تزرع فول سوداني، تزرع بطاطس ماشي، ولا وأشجار وتشجر زيتون ونخيل وموالح وحاجات من ديت. أرض بسم الله ما شاء الله. اضرب ايدك في الرملة كده يا عم عصام. بسم الله ما شاء الله. أرض رملة صفرا بتاعت مباني. 700 فدان دول حتة وحدة. 700 حتة واحدة. طب لو واحد عايز أرض طفلة مش عايز الرملة دي أصلا؟ موجود معاك مساحات في الرملة في الطفلة؟ لو عاوز أو أرض طينية مثلا؟ لو عاوز 100 موجود، عاوز 200 موجود. تمام. أرض طفلية لا طفلة لو أو أرض طينية لو محتاج متاح إن شاء الله. موجود مساحات تانية. طبعا الشغل ده للناس المستثمرين، الناس اللي عايزة مساحات كبيرة. أيوة. فوق ال 100 فدان وال 200 فدان. تمام. ال 700 دول على بعض كلهم مساحة واحدة على بعضيهم، دول ما فيهمش تقطيع. تمام. لكن في الأرض الطفلية والأرض في الأماكن التانية في لو عايز 200 عايز 100 عايز 500 على بعض ما فيش مشكلة برضه. ايوه تمام. والاسعار برضه اسعار مرتاحه مش اسعار عاليه، يعني اسعار يعني في المعقول. بالنسبه للمساحه طبعا احنا مشينا منطقه عمار برضه هنا. المنطقه الزراعه طبعا هتشوفها في الفيديو، انا هحط لك الزراعه في الفيديو لان الطريق واحنا جايين عليه كله زرع بسم الله ما شاء الله، في زراعه بسم الله ما شاء الله، حاجه تفتح النفس. مزارع يعني مزارع وشركات حاجات كبيره قدامك يعني، فده كله هنشوفه دلوقتي. الشركات هي وبعدين زراعه، شركات زراعه قدامنا هيت وورانا واحنا ماشيين هنشوف. جنب منك دهيت وهناك ده شركات كبيره هنا زرعه. طبعا دول 700 فدان. اللي محتاج الارض يشرفنا بالاتصال، الارقام اللي هتظهر على الشاشه فقط، والارقام اللي لو كده اتصل بينا او ابعت رساله على الماسنجر برقم الهاتف، هتوصلك الارقام على طول مباشر، تكلمنا لو عايز تتواصل معنا. ايه رايك في الارض دي يا عم عصام؟ ايه رايك في الارض دي؟ يا راجل حاجه تبارك الله، يا راجل تحط بفتات، تزرع بطاطس، تزرع فول سوداني، تنقيط برضه، تزرع زيتون ونخيل، كمثري، منجي. السعر في الارض ديت مش هنذكره على العام، اللي محتاج الارض ومحتاج اي تفاصيل فيها يتفضل يتواصل بينا. طبعا الارض مش اي ارض، مش حته صغيره ولا كده، ده مساحه كبيره، فالجاد اللي عنده جديه في الشراء يتفضل يتواصل معنا على الخاص او يتصل بينا على الارقام اللي تظهر على الشاشه. تمام. ماشي يا عم عصام، اشوفكم دايما على خير، وهجيب لكم برضه زي ما انا شغال في الزراعات القديمه، زي ما احنا شغالين برضه في الارض المزروعه، بس حبينا ايه نعرض ده علشان في ناس طلبت مساحات، فقلنا نتكلم عن الناس اللي عايزه مساحات عشان ما نزعلش حد مننا. على حسب طلب احباب المتابعين انا نزلت. الارض دي تبع الفرافره. الوادي الجديد. تمام. بس كده، مع السلامه. سلام.
الطريق دي خاصة بالأرض، ماسكة من أول الطريق الرئيسي لحد آخر الأرض، مش أول الأرض، لحد آخر الأرض. بينها طريق وبين الاسفلت طريق زيها زي الأسفلت تحرير. بينها وبين الأسفلت كام؟ 5 كيلو. بينها وبين الأسفلت 5 كيلو. بين الأسفلت الرئيسي، طريق اسيوط ده فرافره. الأسفلت الدولي، طريق أسيوط أسيوط الفرافرة. وادي الزراعة جنبيها، أراضي كلها زي ما أنت ماشي كده، بسم الله ما شاء الله. ده احنا كده على الطريق، الأرض كلها زرع بسم الله ما شاء الله، بفتات وشجر وشجر ونخل وحريق غيط ورش وبفتات. كده على الطريق الرئيسي بتاع الأرض، الخاص بتاع الأرض. مش هتكون ظاهرة من هنا، بعيدة. دي كده عربيات مستنية تحمل بطاطس من جوه، عربيات الفخر البيفت من جوه دي. وادي البيفت شغال اهوت، شغال بيروي بيرش اهوت، شايفين المية ما شاء الله. ده بطاطس. وادي العربيات هناك اهي.